حياكم الله أصدقائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان في الداخل والخارج، وأهلا وسهلا بالجميع. واليوم سنتحدث عن موضوع يهم الشارع اليمني وبالخصوص التجار ورؤوس الأموال في اليمن. طبعا كل ما عليكم هو أن تشاهدوا الفيديو الأخير، وسنأتي بالحل وسنأتي بالمسببات، وكل ما عليكم هو الضغط على اللايك وكتابة تعليق ونشر هذا الفيديو بالهاشتاج حتى يكون هنالك رواج لهذا الفيديو ويكون الفائدة للجميع. إذا أصدقائي المشاهدين، هنالك عدة شكاوى حصلنا عليها من التجار ورؤوس الأموال والشركات بأنه يوجد الكثير من المتسولين والشحاتين والذين لديهم تقارير طبية، والذين يقولون بأن لديهم أمراض أو ما شابه. طبعا طرق التسول العديدة، هنالك تسول عبر التواصل الاجتماعي، هنالك عبر التقارير الطبية، هنالك عبر الوسطاء. المهم كل هذا سنناقشه وسنأتي بالأسباب وسنأتي بالحل إن شاء الله. وطبعا سيكون هنالك بعض الانتقادات، ولكن لا يهمنا، أهم شيء أنه يوجد هنالك حلول لهذه الإشكالية. إذا كما قلنا سابقا بأن هنالك تقارير طبية تأتي من أشخاص قد تكون كاذبة، وهنالك بعض الحالات صادقة. هنا التاجر أو الذي يريد أن ينفق المال لا يعلم هل هي ستذهب في المكان الصحيح أم لا. إذا نبدأ بالأسباب. طبعا الأسباب كما تعرفون بأنه لا يوجد رواتب، والسبب الثاني بأنه لا يوجد أعمال بسبب الحروب أو بسبب عدم وجود أعمال. وطبعا تعرفون أن البطالة منتشرة بشكل كبير. أصدقائي المشاهدين، أتينا بالسبب، الآن نأتيكم بالحل. الحل بسيط، وطبعا الكل إذا كان لديه عقل وآذان صاغية فطبعا هنالك أحياء بها فقراء وهنالك أحياء بها تجار، فليتفقد التاجر جاره، أو إذا لم يكن هنالك جيران فقراء فليتفقد من أهله أو من أقربائه، فستكون الصدقة تضع في المكان المناسب. أما بالنسبة للتقارير الطبية فعلى جميع التجار أن يتفقدوا الحالة أو يذهبوا إلى المستشفى ويضعوا المبلغ في المستشفى إذا كان هنالك تقارير. ضعوا لنا آراءكم في التعليقات وإن شاء الله سنرد عليها. إلى اللقاء.